رفعت طنجرتي على النار وضفت 4 حبات من البيض أو حسب حاجتكم. بعد هيك رح أضيف معلقة صغيرة من الملح وأترك البيض ينسلق عندي لمدة 8 دقايق مش أكتر من هيك. بعد هيك بمقلاة ضفت معلقتين من الزيت النباتي وبضيف معلقة كبيرة مليانة من الزبدة. فيكي أكيد تستغني عن الزبد بس بنصحك ما تستغنيش عن الزبدة أبدا، طعمتها كتير طيبة. بعد ما انسلق عندي البيض وقشرته رح أقطع الحبة من النص وأبدأ أصفه بالمقلاة كيف ما عم بتشوفوا معي. حرارة الغاز هون بتكون عندي على المتوسط، ما تعلوها أبدا. رح أضيف على البيض ملح وفلفل أسود مش أكتر من هيك. وبهذا الوقت اسمحوا لي أذكركم يا ريت ما تنسوا تعملوا لايك لهذا الفيديو، بكون كتير ممنونة لإلكم. تنزلوا على التعليقات وتصلوا على الرسول، كمان تبلغوني من أي بلد بتتابعوني، كتير بحب شوف تعليقاتكم الحلوة وأتعرف عليكم من أي بلد. بعد ما حطيت الملح والفلفل الأسود ضفت جبنة موزاريلا وضفت جبنة شيدر. هلا السلايسز اللي أنا استخدمتها أي نوع جبنة بتحبوا تستخدموه استخدموه، ما في أي مشاكل. لو بس متاح عندك جبنة موزاريلا بيمشي الحال. ضفت على الجبنة شوي من البابريكا وشوي من الشطة المجروش. غطت المقلاة لذابت عندي الجبنة تماما وقدمتها مع كاسة شاي، وهيك بقدر أقول لكم استمتعوا يا جماعة بأطيب طعم. لو عجبكم هالفيديو أبدا ما تنسي إنك شفتيه بمطبخ ملك عبد العال. دمتم بخير وباي باي.